مش همشي يا عم. يا عم انا مش همشي يا عم. هو انا مش همشي. انا مش همشي. هو يا عم ابعدوا عني يا عم. انا مش همشي يا عم. انت ما عندكش دم. ايوه يا عم فاهم. انا مش هسيب صاحبي لوحده يا عم. يا ابني هو احنا عايزين نسيبه. هو هتفوق يا يوسف. فوق. طب فوق ويلا. فوق ويلا يا اسطى. شيله يا عم وديه يا عم. طلعه بره. اللي هيدوس لايك مش هحله هجيبه. بقول لك على حاجه هجيبه. صور هنا يا ابني. صور كلها تغير باللايكات يا جدعان، والفيديو يوصل عند اكتر ناس واحرقوه. يلا هتأخر. نو لايكات. بقول لك على حاجه، انت يالا هنشوف فين زمايلك يا انت عايز تعمله. يلا مفيش مفيش زمايل، مش هتعرف فين مكانه. محدش هيرحمك دلوقتي. السلام عليكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. دلوقتي يا جدعان احنا جينا التراب. هم اكيد مستغربين ان احنا هنا اساسا. احنا دلوقتي في التراب وفي مات، والمفروض اللي احنا دفناه مدفون من امبارح يا جدعان. المفروض ان الاخ يوسف ما رضيش يقعد معانا ولا قاعد اساسا معانا. معلم يوسف مش عايز يجي يقعد معانا وقاعد هنا بايت هنا من بالليل ومخاصمنا ومش عايز يكلمنا عشان هو محسسنا ان احنا اللي عملنا كده يا جدعان. محسسنا ان احنا اللي قتلنا فيلو واحنا اللي موتناه واحنا اللي خلاص احنا اللي قررنا خلاص ان احنا نموت فيلو. والمفروض الاستاذ يوسف زعلان عليه وكلنا زعلان. انا واحد من الناس انا زعلان عليه. انا مش زعلان. هو مش فاهم ان احنا مش عارفين. انا زعلان عليه وربنا هو اللي يعلم مين اللي زعلان ومين اللي مش زعلان. بس بمعنى ان انا مش زعلان عليه هو برضه عمل غلط وعمل غلط كبير. بس يعني واحد انت حبيت تسمنا، هو اللي حصل فيك ده من اللي انت كنت بتعمله. كنت هتسمي يوسف وكنت هتسمي جرجس وكان الدور كان هيبقى جاي عليا. يا جدعان هو ده. بص هو الله يرحمه اولا يعني واخيرا هو الله يرحمه، بس هو ما عملش حاجه عدله عشان حد يترحم عليه. يعني مش عارف مهما كان يا اسطى ماشي. بس هو واكل معانا هو عيش عمل وملح. حاجة هو برضه ماشي. ما صنش حاجه زي كده، بس احنا برضه صننا حاجه زي كده. ماشي هو ما صنش حاجه زي كده بس احنا برضه صننا حاجه زي كده. بس المفروض دلوقتي ان الاستاذ يوسف بيه زعلان وجاي مبيت هنا من امبارح ولا من الصبح. من بالليل يا عم. المعلم مكلمني الصبح برضه ومصحيني على ملا وشي وتعالى شوف ومش شوف. مش عارفين. احنا ذات نفسنا مش عارفين نقعد اساسا في بيوتنا من امبارح مترشقه عندها ناس من تبع الراجل الزفت الكبير. انا نمت ساعه. انا عيني غفلت ساعه. مش عارف. انا عيني غفلت ساعه مش غصب عني مش قادر. انا عيني غفلت ساعه غصب عني. وعندي في الكلب التاني ده الراجل الكبير ده مش عايزين نتكلم عليه. مش عايزين نتكلم عليه عشان احنا في التراب هنا. طبعا يا جماعه انا قبل ما اخش دلوقتي ليوسف وقبل ما اعمل اي حاجه انت المفروض ان انت دلوقتي تنزل تدوس لايك. ولو انت اول مره تشوفنا عشان الكبير ده يتحرق دمه ويوصل له. هو الكبير بيتحرق دمه من حاجتين، لايك وكومنت. الكبير بيتحرق دمه من حاجتين، لايك وكومنت. فلو انت بتحبني او بتحب جرجس او بتحب يوسف تنزل دلوقتي بسرعه تعمل لايك للفيديو. لو انت مش مشترك في القناه تقدر دلوقتي تنزل تشترك في القناه. ويلا نخش نشوف الاستاذ يوسف. مش عارف انا ايه ده من امبارح على كده يا جدعان. بص قاعد عامل ازاي؟ انت قاعد كده على طول ولا ايه؟ طيب طب ايه يا جو؟ عايزين ايه يا اسطى؟ عايزين ايه في ايه يا اسطى؟ واحنا اللي عملنا كده. الراجل التراب عايز يقفل. التراب عايز يقفل. ما هي مش لازم. هو ايه اللي يعني انت عادتك دي هتخش تجيبه من جوه يعني؟ يا اسطى طب هصور فيديو يا اسطى هنزله على اليوتيوب. ها عايزني كاستم مش اصلا. لا يا اسطى صور كل حاجه يا اسطى. اصل انت ليه محسسنا ان قاعد احنا اللي هنا عاملين ليه؟ كده؟ انا مش همشي. طب انت ليه مش شايلني انا الذنب؟ التراب عايز يقفل. لا مش شايلني انا ذنب ومش شايل ده ذنب. الواد مات خلاص. انتوا مش ارتحتوا؟ يا عم هو احنا اللي مموتينه؟ مش انت اللي قلت الراجل اللي موته؟ هو احنا اللي مموتينه؟ لا هو موته عشان هو كان ماشي معاه. انت عايز ايه دلوقتي؟ هو احنا موته قلنا عشان ايه؟ هو مش كان قلنا ماشي معاه. هنديله الفلوس وهنديله الفلوس بزياده عشان ما يعملوش حاجه. انتوا
كده، مش انتوا قدامك. مش انتوا كده. طب الراجل عايز يقفل، قوم انا اطلع مش بره عشان هروح الراجل ولا عايز يقفل. هتحرك من طب مكاني قوم عشان الراجل عايز عشان ما يقفل. مدش ايدي على الراجل حد. عايز يقفل. اذنك خده وروح امشي. انت مش قايلنا احنا ذنب ليه؟ احنا مالنا؟ هو مش احنا اللي هينفع كده يا قتلناه؟ عم. انا مش كنا همشي يا نايمين عم. مع بعض يا اسطى احنا تعلي وانت. صوتك. ما انا مش عارف يا اسطى في ايه. انا مش همشي بعد اذنكم يا جماعه، روح امشي. انا مش همشي، انا قاعد مع صاحبي. وفر زعلك ده في البيت. لا مش همشي. لا وفر زعلك ده في البيت. انا مبسوط هنا يا صاحبي. مبسوط هنا يا صاحبي؟ طب تعالى احنا رقدك جنبه. قاعدين مرزوعين احنا. تعالى رقدك احنا جنبه. ما نمناش من امبارح والبيوتنا مترشقه تحتها ناس. زعلان عليه؟ مش هو زعلان عليه؟ تعالى رقدك جنبه. يا عم ما فيش حد مش زعلان عليه، بس برضه مش كده يا اسطى. احنا ما انت مش مبسوط ان هو مات؟ يا عم مين اللي قالك مبسوط يا عم؟ خلاص يا عم سيبني يا عم. هو خد جزاءه. روح بقول للراجل الكبير يموتني انا كمان. هو خد جزاءه. الراجل خلاص. الكبير كده كده انا اللي هدفنه دفن اوسخ مني. روح قول للراجل الكبير يوسف قاعد في التراب، روح تعالى موت. لا هو مش هيعرف بص، يجيلك. أنا مش عايز اغلط عشان احنا في مكان مقدس ومكان مش هينفع نعمل اللي احنا فيه ده. فانت عشان غلط ما اللي احنا تنفذ، وغلط اللي احنا واقفين بنعمله ده هنا اصلا. يلا مش نقوم. هروح الا لما فيل وروح. طب ماشي، الراجل عايز يقفل. بص الراجل واقف لنا ازاي طيب؟ انا مش هروح الا لما فيل وروح معايا. بص الراجل واقف لنا ازاي؟ انا مش هروح الا لما فيل وروح معايا. يا عم انا مش هروح الا لما صاحبي يروح معايا يا عم. صاحبك هيروح معاك ازاي؟ صاحبك مات. مش هروح، انا مش همشي من هنا لما صاحبي يروح معايا. انا قاعد هنا. يا عم سيبني يا عم، ما ده عبيط ولا مش تعسبني يا عم. بقول له ايه ده يا جدعان؟ مش فاهم انا. انا مش همشي من هنا لما صاحبي يروح. يا ابني هو انت الوحيد اللي زعلان عليه يا ابني؟ يا عم هو احنا كلنا مفيش قلب هنا ما يا كلنا اسطى؟ متنيلين زعلانين عليه يا اسطى. في ايه يا عم؟ كلنا متنيلين حسسناش ان زعلانين. احنا انا سفاحين لما رحت يعني. يقول له موته قلت بسببك. ها؟ لما كنت عايزه يموته كان بسببك. لما انت كنت في المستشفى وانا بكلمه قلت له لو شفت فيلو موته وانا هحاسبك. كان هو في المستشفى. زمانك انت اللي مكانه. يعني كان هو في المستشفى متعلق له محاليل وانا بعمل المكالمه بقول له زمان المعلم فيلو كان عايزك يتم. تخلص عليه على اساس ان ده خلاص بيموت. لو انت لو كنت هتبقى مكانه هنا وهو صايع معاه وفلوس وبتاع وحرام والدنيا تمام. يعني انت لو كنت مت كان زمان المعلم فيلو دلوقتي فيلا. لو احنا كنا متنا يعني فيلا وعربيه لو وكان احنا بيدوروا لحد عليه. الان كده مش هنعرف يا ابني. بقول لك مترشين تحت بيوتنا امبارح كانوا هيقلبونا بالعربيه. يا عم قاعدين في البيت اللي في الحلميه. البيت اللي في الحلميه ولقوا البيت القديم مش قاعدين فيه. مش في البيت هناك. انا ما نمتش من امبارح، مش عارف اقعد. انا قاعد في العربيه مرزوع فيها من امبارح. والله انا نمت ساعه بالعافيه عند بيت خالتي. يا ابني احنا دلوقتي رحنا اي بيت هنتزفت هنتقتل وهنيجي ندفن جنبه هنا. احنا مش عارفين نقعد في بيوت. فهمت ولا ما فهمتش؟ طب ما تجننيش. والناس عايزه تقفل. قوموا هنجيله بكره. يلا هنجيله عند بكره. طب ماشي الناس عايزه تقفل. سيبوني بس. طب الناس عايزه تقفل. ماشي ماشي. قوموا يا عم. سيبني طيب. قوموا عشان الناس عايزه تمشي. انا هبات معاه النهارده. ما هبات معاك. افتح لك ام الدره تخش تنام. يا عم جنبك. هبات معاك. انا هبات معاه النهارده وبعد كده يا ابني همشي. حاجه بات معاك. ماشي انا هبات معاه تزقش النهارده. واخلص. انا هبات معاه النهارده مش همشي. الناس مش عايزين نعلي صوتنا. انا هبات مع صاحبي النهارده. يا ابني مش يا عم عايزين نعلي اوعى. صوتنا. ايه يا صاحبي؟ هتفضل قاعد كده؟ انا قاعد كده. مش هينفع عليك. لا انا مبسوط كده. لا مش هينفع. انا قاعد مع صاحبي. مش هينفع. يا ابني احنا غلبانين نقعد جنبك نفس القعده. مش هينفع انا مش همشي معاه. يا اسطى، مش هينفع. ايوه انا همشي اروح فين؟ مش همشي. انا قاعد هنا. انا تعالى قاعد انا مع هقول صاحبي. لك طب الرفض. هو مات واللي حصل حصل. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا قاعد مع صاحبي يا عم. قاعد انا وهو بنتكلم سوا. قاعد بسليه. سيبني. والله بس انا قاعد بسلي صاحبي يا عم. يا ابني انت صاحبي قاعد لوحده، انا قاعد معاه يا عم. انا قاعد مع صاحبي. يا ابني انا مش يا هسيب ابني صاحبي صاحبك لوحدي يا يا لا عم. هو قاعد جوه مع قرايبه. ماشي يا عم. مش هتنفعه انت. انا قاعد مع صاحبي يا عم. قاعد بسليه. تسيب صاحبي لوحده. سيبه بقى يا عم. انا قاعد مع صاحبي بتكلم انا وهو يا عم. انا قاعد مع صاحبي يا عم. سيبني كده. يا عم هو صاحبك هيرد عليك. ولا تقول له انا جنبك ياه. ما تخافش يا صاحبي. اوعى يا عم. يا عم هو احنا جايين سيبني يا صاحبي نأذيك كده بعد اذنك. طب احنا جايين نأذيك. طب سيبني يا اسطى. سيبني يا اسطى بعد اذنك وروح امشي. يا اسطى كده حرام يا ابني. يا ابني فايق اللي بتعمله. يا ابني كده فايق اللي حرام. بتعمله. بص لي يا اسطى. فايق اللي كده بتعمله. حرام. هو ايه اللي فايق؟ طب اعمل معاه خلاص ايه؟ يا اسطى. قوموا يا اسطى والله يا اسطى عشان الناس عايزه تقفل يا اسطى. احنا قاعدين بسببهم. سيبني يا عم. احنا معادينهم. ده مش ذنبهم. مش ذنبهم. الناس اللي قاعده دي مش هينفع قعدتها كده. يلا يا بابا. يلا يا اسطى. يلا خلي نخلي الجدع كده هنجيبك وقوم. بكره يلا، وبكره يلا. هنيجي نقعد معاك. يلا بكره هنيجي لا نقعد. لا لا مش همشي.
يا عم مش همشي يا عم، اوعى يا عم، انا مش همشي يا عم، اوعى، انا مش همشي، انا مش همشي، انا مش همشي، اوعى يا عم، ابعدوا عني يا عم، انا مش همشي يا عم، انت ما عندكش دم. ايوه يا عم فاهم، انا مش هسيب صاحبي لوحده يا عم. يا ابني هو احنا عايزين نسيبه؟ ما هتفوق يا يوسف، فوق. طب فوق ويلا، فوق ويلا يا اسطى، شيله يا عم ووديه يا عم، طلعه بره. يلا يا اسطى فوق يا اسطى ويلا، عشان حرام. يلا يا صاحبي، حرام اللي انت قاعد بتعمله ده يا اسطى، يلا يا صاحبي، حرام اللي انت قاعد بتعمله، بكره هنجيله، حرام اللي انت قاعد بتعمله. ها خلاص مش بكره صح. هنجيله. يلا وقلع الكوتش ليه يعني؟ هو وجع لك رجلك الكوتش؟ يلا طيب يا اسطى، مش صح، ماشي طيب، مش صح وحرام، هتتحاسب عليه اللي انت بتعمله انا ده. عايز اتحاسب عليه، اوعى، يا ابني عيب اللي انا عايز اتحاسب عليه. يلا وحياة امك يلا. خلاص سيبه، خلاص سيبه اوعى يا يا جدع، اسطى، سيبه يا ماشي جدع. اوعى يا عم سيبه، خلاص ماشي اوعى، بقول لك يلا. خلاص قلت اوعى، طب ما تعفرش ويلا، خلاص يا تعفرش عم. ويلا يا عم. عايز تعمل ايه انت؟ سيبني وانا بكره، ماشي يلا، انا بكره هنيجي نقعد مع بعضينا هنا من اول الصبح لحد اخر النهار. بكره انا اروح، لا بكره تروح معانا والله ليه؟ بكره اروح. يا عم نروح جبت يا اسطى اللي احنا بيتنا. قلنا عليه امبارح، اه جبت ام الزفت يا عم. بالليل يا اسطى هنطلع نخلص الحوار ده عشان انا زهقت. طب يلا يلا يا اسطى يلا، وبالليل انا هجيبهم لك يلا جنبه. اروحك البيت، هبقى افهمك حاجه عشان بالليل جايب أنا حاجات هقعد. وعايزين ننفذها. بالليل احنا هنوديهم لك جنبه في حته ثانيه. خلاص ماشي، طب خلاص، طب يا جدعان خلاص ماشي، يلا خلاص ماشي، قلت همشي خلاص، ماشي، اوعى البس اجيبه. كوتشيك يا اسطى ويلا، البس كوتشيك ويلا. خلاص يلا. طب خلاص، سيبوني طب يا جدعان، يلا يا خلاص عم، ماشي. انا هطفي نارك وهنطفي نارنا كلنا. يلا احنا بالليل هنسقطهم جنبه، هنخليهم في حته زي دي، يلا بس احنا اللي هندفنهم مش حد تاني. كده يا عم. يلا بقى يلا، وحرام اللي احنا بنعمله في التراب. يلا يا اسطى خلاص اوعى، ماشي. سيبوني يا جدعان، سيبوني كده. يلا الزفت هدومك اتبهدلت ويلا، بس الهدوم كلها مش مش هنعرف نقعد في البيت، هنطلع نتزفت في اي حته. يلا يلا يا صاحبي، يعني هنمشي ونسيبه. يلا حد شافك هنجيله وانت بكرة جاي يا يا اسطى؟ صاحبي. يلا لمحتش على حد وانت جاي؟ عشان احنا لو لمحنا هنا احنا هنتغربل واحنا واقفين. بص انا نزلت احنا جبت هنعمل سلاح، احنا جبنا سلاح انا نزلت جبت وجبنا سلاح. عربيات وجبنا ناس تانية، وفي ناس هتخش تخلص قبل ما احنا هنخش، هنصفيهم خلص. يلا ان شاء الله ينول معاهم بقى. يلا يا اسطى البس كوتشيكو يلا عشان نجهز هنعمل ايه بالليل يا اسطى. يلا يلا يلا، احنا المفروض نروح نقعد نفكر عشان كمان ساعتين ثلاثة هنتحرك، يلا يا اسطى عشان تبقى سخن، مش نقعد عليها 10 ايام اسبوع. يلا حقه هيجي كده كده، حقه كده كده جاي. يلا بقى بينا نمشي عشان الراجل عايز يقفل. الراجل من الساعة غير كام جسم يا كلمني بيقول لي الراجل مش عارف يقفل التراب من يوسف. الناس قاعده بقالها قد ايه مستنيه عايز تقفل، قاعد هنا بقاله بتاع 7 8 ساعات. واحنا حرام اللي احنا بنعمله في المكان اللي احنا واقفين فيه. انا امشي يا جدعان والله. طب ماشي يلا معلش يلا يا عم، يا مش ابني هينفع كده، حرام يا ابني. يا ابني ماشي، ما كده مش هيرجع لك يا اسطى، ما احنا كده، احنا لو على كده هنعمل كده يا اسطى. عارف يعني صاحبك يموت، طب ماشي يا اسطى، ما احنا جاي عارفين. معاك يعني صاحبك مات. ماشي ما عارفين يا اسطى وجايه انت فاهم معانا، يعني ايه؟ ما احنا عندنا ام القلب اللي عندك. يلا يا اسطى يلا عشان نلحق نظبط نشوف هنعمل ايه. مش عايز تجيب حقه؟ عايز تجيب حقه ولا مش عايز تجيب حقه؟ عايز تجيب حقه ولا لا؟ ما ترد. ماشي. طب يلا بقى البس عشان نظبط نشوف هنعمل ايه ونشوف هنجيب حقه ازاي. يلا يا اسطى، محدش عارف ام المستشفيات اللي احنا وديناها له ده، ولا مش عارف زفتنا ايه احنا. يلا يا اسطى البس الكوتش بقى عشان الناس المستشفى هيفوق. ازاي تطلع تصريح دفن ومرحلها كده وتكفي؟ يا عم دي مستشفى يا عم، احنا فاهمين لها حاجه. امبارح جاي بيقول لك الدكتور ليه؟ دكتور ما يجيش الصبح ازاي؟ دكتور في مستشفى طويله عريضه يقول لك ممرضه. ممرضه ايه؟ يلا يا اسطى البس الكوتشي يا اسطى ويلا، لما هطلعك من غير ام الكوتشي. اخلص. تعالى اركب العربية يا عم، اركب العربية هتعرف. انا عايز اسوق المركب. ازاي يا عم يا عم انا عايز اسوق، انت هتفضل واقف لي. يا عم انت عبيط يا عم انت بتقوح يا ابني ليه؟ بدل ما يتشالي ده مش معطيني يا ابني العربيه اهي. مش هتسوق مركب يا عم. عبيط
فين المفتاح يا انت اسطى؟ مش جايب العربيه؟ أيوة. انا جايب المكنه، انت اركب عربيتك وانا هجيب ماشي. المكنه. لا يا اسطى يا عم استني مش هتقعد انتوا كل حاجه مش عايز تسمع كلامي ليه؟ انا عايز امشي بيها يا عم. عايز تمشي بيه؟ ما تسمع كلامي يا اسطى. مش هديك مفاتيح. لا بقول لك عشان لا يا عم هتقع بيها يا عم وانت مش قادر تقف يا هتقف عم انا لما اخش في حاجه. هات يا عمي. لا يا عم هات. بقول لك هات المفتاح. مش هديك يا اسطى المفتاح. تعالى طب اركب معاك. يا عم سيبني. هتركب ورايا. بس انا اركب انت ورايا. مش عايز تركبها يا عم عشان تسوق وهو هيركب وراك وانا هاخد العربيه يا وامشي. اسطى تعبان يا اسطى والله ما قادر اتكلم. بقول لك عشان طب تعبان مش هتعرف تسوق مكنه. انا هعرف اسوق ابوها. هات يا اسطى. خد يا اسطى. يا ابني انت فاهم هتعمل ايه يا ابني؟ انا رايح انتحر يا اسطى في هو ايه اللي رايح تنتحر يا عم وانت قادر تقف عشان تسوق يا مكنه؟ عم انا هقدر اسوق. طب سوق يا اسطى واطلع يا اسطى الله يهديك. فرحان يعني انت كده مش عايز تسمع كلام حد؟ يا عم ان انت مش عايز تسمع كلام حد. راح فين ده؟ اركب الله افتح يا اسطى. طب هنمشي ازاي احنا انا مع ايه الدماغ دي يا اسطى؟ أنا جاي- غاب عليمي مش راضي اتكلم. انا جاي على الجي بي اس. طيب يا جدعان طب خش ونقابله، خش ونقابله. انت عارف هو انا طالع على فين؟ طيب فين امك ميتين الكلب؟ زعلان؟ يعني انا زعلان بس مش الزعل ده كله. مش لدرجة ان انا فاهم يعني خلاص في عيش وملح وكان في كل حاجة، بس مش كده يا عم. في ايه؟ ده عادي يا اسطى هو كده ممكن يكون كده عادي بس ماشي. مش هينا ذنب من ذنبنا ليه؟ مش احنا اللي قاتلينه يا اسطى. مش هينا انا الذنب على فكرة، مش هيلك. لا مش هينا انا التاني الذنب معاك يا اسطى. ملبسني انا معاك مش عارف في ايه. ملبسك انت وملبسني انا كايه مش فاهم. مع انه قدامه قايل له هنديك المبلغ اللي كنت عايزه بضعف. بص يا صاحبي، انا اول ما لقيت يوسف قدامي واقع ولقيته بيموت انا نزلت انا يوسف ما قدرتش اشيله. انا خدته كحرطه من على السلم، ما قدرتش اشيله فعلا، خدته كحرطه. فاهم احنا ازاي؟ كنا مرميين ازاي لحد يا اما ابني؟ قابلت عم حمدي قلت له عم حمدي معلش الحقني يوسف. طلعت فوق لقيته مريل ومش عارف ايه. لا فبيقول لي يخرب بيتك ده حاله تسمم او الواد ده اتسم. فقمت مركبه في العربيه وطالع على المستشفى عدل. الدكتور بيقول لي بيعمل له غسيل وكان مسموم ومش مسموم. فانا هنا دمي اتحرق. فاهم ازاي؟ قمت رامن عليه قلت له بقول لك انت مش قلت لي هتخلص لي مصلحه الاثار؟ قال لي اه. قلت له طب اقول لك على حاجه، ولو قتلت لي فيلو ليك مصلحه اكتر. هنا في وقتها مش عارف يا اسطى انا اعمل ايه تاني يا اسطى. فاهم انا اعمل ايه كده يا اسطى. بالليل نكون مخلصين مع دين الكلام. خلصه بالليل هيخلص كل الكلام. بالليل هنخلص كل حاجه. ولو مش عايز احط ايدي في حاجه مش هحط ايدي. لا هحط ايدي انا مش هرتاح غير لما احط ايدي يا اسطى. هيتجاب كده كده مش عايزين نحط، عارفين هنعمل ايه وهنحطهم وهنطلع ميتين ابوهم من غير ما نتكلم. بس احنا هنحط ايدينا يا اسطى. شمال يمين هيتجاب يا اسطى. اذا كان اللي معاه والاماكن اللي بيقعدوا فيها كلها